منافسات ربع النهائي. بدأ الفراعنة اللقاء بقوة، وسجل عمر مرموش الهدف الأول في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة مميزة من إمام عاشور متجاوزا المدافع كوسونو، قبل أن يسدد كرة أرضية رائعة تجاوزت حارس كوت ديفوار فوفانا. وفي الدقيقة 32 أضاف رامي ربيعة الهدف الثاني بعد عرضية متقنة ارتقى عند القائم البعيد وسدد كرة رأسية لتستقر في الشباك رغم سيطرة الأفيال على مجريات اللعب. مع بداية الشوط الثاني سجل محمد صلاح الهدف الثالث لمصر بالدقيقة 52 بعد هجوة مرتدة سريعة، حيث استلم تمريرة من إمام عاشور وسدد الكرة بسهولة من مسافة قريبة. قلص منتخب كوت ديفوار الفارق في الدقيقة 73 بعد هجمة من ركنية، حيث ارتدت الكرة من تصدي الحارس محمد الشناوي لتصل إلى جويلا دو الذي سددها داخل المرمى لتصبح النتيجة 3-2، ويشهد اللقاء إثارة كبيرة في الربع ساعة الأخيرة. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس إفريقيا. ستقام مباراة مصر أمام منتخب السنغال في نصف نهائي بطولة كأس إفريقيا 2025، المقرر إقامتها يوم الأربعاء 14 يناير في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على استاد المباراة الذي سيتم الإعلان عنه رسمياً. تعد مواجهة مصر والسنغال نصف النهائي إحدى أبرز مباريات البطولة، حيث يسعى منتخب مصر إلى بلوغ النهائي والحفاظ على مسيرة قوية في البطولة، بينما يطمح منتخب السنغال لمواصلة رحلة الدفاع عن لقبه وتحقيق الفوز للتأهل إلى المباراة النهائية. القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال. تنقل مباريات بطولة كأس إفريقيا 2025 عبر قنوات BN سبورتس، وخصصت الشبكة قنوات BN ماكس 1 و BN ماكس 2 و BN ماكس 3 وكذلك BN ماكس 4 لبث البطولة. ولهواة مشاهدة البث عبر الإنترنت يمكنك متابعة BN كونكت و TOD.